مثبت وزبين جو غالاج زيار يخال أو تيش كيار هم خبر غالاجيش يا رجال خوشن غالاج يسير جاي خوش غير خوش قني tak يخال من دك دواش حتى أخذين باكو شراخ من دك دواش لك الله خفاء خدير يا صار شتي ورتقد أبو فشان سون دجواجي وما فنر يوق يغالي يوق يلش يا وزالير طبعا شيء تعجب يقال يا شو يقال بس أدي أكتشف يرمر همسا يار أخشواش برجي ور تناطع كذا يقول كير قرط ويدي هنصار إبي كذبي كذا قهات إبي مش قهات سمعات والموضوع ما غير كشيء أيق إذا غير لا بيطلع مشين لا تج سدا دار تج أشانس فندامت ما همسيش وقول دار إز أج شباتش سؤال حشته بخرج دخرج كذا خلده سود دي هون يا قصدي هالشيء سقاسك سكليت يولس ما غير كشتا غير سقال إز دي هون دواتش ده سفسين ده دقات يرس وز ده عاد ده دقات يغالا دي هون إزات كل غالاش اشتي أهلكي وعدو تحت أديوتشيو متر جولجير ما عدا وعشان صور شو تورتم قدو إيش قوقي ما غير كشتا دولش در يغالاش يرس سو يعشل دي هون ديك دي هون يوقع مركز ما يواش يغال يرس مثبت ير زير خوالي ير تويا هاغوتشو ريستوراتسية ياي مالو ير توير باه نحبق باغ نخبه با أرلو تويا مزي زبايتنياش حميد وحمد عمتي خصنا لا أسقط تولي هون وزاقش كان أتهمنا توي زين يرمى قيسة هم يتصدع شي باخش نافديهم حتى ياخر شكرتو علي دواتش داقو دواتش حتى علي دواتش داقو دواتش تواني يرلاتي كيلوز استريسكي دي هم بامتها يقمي جاير خودي هنا شو يا خا أردن موتك شو يا غالاج يا زدي هن يموتك شيء يأخذ من دائما تسمع هم يساعد ما أدخل يأخذ على جريس هند بس أكيد خير ما يساعد يموتك يقام بين بالجوز ويغالاج يرزوالي مش غرزج دي هن يوه يعير تأخذ سبرداني يغالي سبرداني مش تياتي هل أفسان بوقير بوقير أو سأرم خشدي هم باوها يقطع از جي بلا هوا تحك أو هم قاسنجي أقص هجايا أوت كلا سيجر دي هنا سجان قال سلا أن أخينز أخيني وس هوا تشخانز واسش تيدي أنا جامش زوكا يا واسش تيدي أنا يو أشبه بس خشوا أشبه شوي نشتو كسيس كيان دوخ أسون دي هشيت بالش هيا نلاري سلا أهو قاسر أياه بالج مارسلج سلا دي هنكاد من آخرين إسقير أخ بخرس عندك تأسيس كي الشيت بالج أيوه تبع قابيه يقير يو سانكو باقير إشت فهمت أخان دوتش والله غالي واتشتي بات خمت خنيان غالخني ما شنخن غالي فرنسو صولاتي دوتولاتي غالم يري هذا دايوالي بوبين 32 году курорт я шаржди шарат курорт يوه يقير حلقة عبسي تأقصنا بس اسبيان بدي اشتب شنو ورا سكال подвале واتشتر تاخذ يات 35 году دي تاخذ يات غالج حيو خيات الصغار غالج ضيان خير
يتعاد شغولي يكاد يقول شبابه يصيص آخر تشلاتن لك أخي سلا بيه غير الميرك حسنية وأخي قغال حسيج سلمتك يلجو متجيتي تا سوت أحد يا تريد بيتو مول بيرسنق از داوين بايد بجوال خم غالي فغاليس هاي بونا هي غار بونا حاسة بونا هي يماتك أجرها أيوة بونا أقمتي يسعد هي إيش ياق خنيزي حت نخشبا جوي باشتي وما فتي با خديت يا يا أنا غار تون حلبوش أي بلور هم يعيش أي بلور باسا ولا خاهم مري وما دينا من فضل مطحز خاهم بار خليك غار يجوز بالبيت يجوز بالبيت مستعد بار بنخبر البيت خاهم بار خليك غار چخات هي حنس تشي ها خرطو مش دخات حنس غونا بعد مش قوش تقول قلت شغالات عسيتها شكون اللي هاتن خزاتسون شو هذا ها يبقى أده لخنت خزاتسون لا اسمع انت لا تقول شو هذا عسيتها صغار كذا تغيير تويش ريستوراتسيا سقفين خليو يخيدها خلاص ده انت توالي جبن توام رجات يخداني يعني أخذت جواش داش أغييز كريسري أغاز أنا جاي حتوي حتوي أغاز خم شغلته أغاز حيش قام هونه حتى يغاز يحيز ذقنا ليه Повыше аула Джерах есть местечко Сям-Пецок. Там растет 7-8 высоких и толстых сосен. Когда-то один из жителей решил одну из них срубить и унести. Лишь только он занес топор, как тут же ослеп. Тогда люди поняли, что это место особое, священное, и воздвигли каменное святилище. Некогда в ней находился красивый маленький олень, сделанный из меди. Потом его перенесли в Краеведческий музей в Грозный. По возвращению с промысла охотники приносили к святилищу оленей, турьи рога. Совсем еще недавно люди ходили к Сям-Пецок просить дождя. Так называемый осетино-ингушский конфликт. Основная тяжесть трагедии осени 1992 года навалилась на Джейрах и жителей всего ущелья. В первые дни событий в горы было вытеснено более 30 тысяч ингушей, жителей Северной Осетии. Но горцы не растерялись. Всем, чем было в хозяйствах, поделились с пострадавшими. Многие из вынужденных переселенцев остались на зиму в горах. Джейрахское ущелье фактически оказалось в блокаде. Впереди холод, голод. Быть в беде, если бы на горе соплеменников не откликнулись жители плоскостной Ингушетии. Для пострадавших все возможное сделало и руководство только что образованной республики. Была пробита дорога через Асинское ущелье, что создало возможность сообщения с плоскостной Ингушетией. Для социально-экономического развития горной зоны, сохранения уникальных природных и архитектурных памятников ингушского народа указом президента Ингушетии октября 1993 года образован и Джейрахский район. Сегодня меняется облик Джейраха и всего района. В селе Джейрах горит голубое топливо. Идет прокладка газопроводов и в другие населенные пункты. Многие жители нашли рабочие места. Хотя и медленно, но развивается инфраструктура села. Идет восстановление курорта Армхи. Функционирует около 40 районных структур. У людей появилась надежда, что древний край обретет новую жизнь.